سمعت عن قصر عائشة فهمي؟ طيب عمرك زرته قبل كده؟ لو ما سمعتش عنه أو نفسك تروح مكان جديد فالفيديو ده ليك. هنعرف أكتر عن القصر وتاريخه وكل حاجة متعلقة بيه. القصر موجود في واحد من أرقى أحياء مصر وهو الزمالك طبعا، ولو رايح مترو فأقرب محطة ليه هي صفاء حجازي. تعالى بقى أكلمك شوية عن القصر. قصر عائشة فهمي بيتميز بطابع إيطالي فريد، هتحس إنك واقف قصاد تحفة فنية بجد. والمهم بقى إنك تقدر تدخله من غير ما تدفع ولا مليم، وده اللي أعلنته وزارة الثقافة تحت شعار الفن للجميع، علشان تستمتع براحتك وتروح في أي وقت تحبه. القصر بيفتح كل يوم من الساعة 9 الصبح ل 9 بالليل ما عدا يوم الجمعة بس. القصر ده اتبنى سنة 1907، واللي بناه على الطراز الأوروبي كان المصمم الإيطالي أنطونيو لاشاك، واللي يعتبر واحد من أشهر المصممين الإيطاليين في أواخر القرن ال19 وحتى تلاتينات القرن العشرين. طب تفتكروا مين هي عائشة فهمي؟ عائشة فهمي هي بنت علي باشا فهمي كبير اليروان للملك فؤاد الأول. بعد وفاته اشترت عائشة نصيب إخواتها في القصر علشان يكون ملكها بمبلغ حوالي 72 ألف جنيه، تحديدا في 6 مايو عام 1924، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها. اتجوزت بعد كده عائشة من الفنان الراحل يوسف وهبي، وعاش معاها في القصر لمدة 6 سنين، وتوفت عام 1962. وبيقولوا إن يوم فرحهم يوسف وهبي كان عامل لها مفاجأة وجايب لها عبد الوهاب وفرقته في البرندة وغنى لهم جفنه علم الغزل. قصر عائشة فهمي بيطل على النيل مباشرة، وده اللي بيضيف له مكانة أثرية مميزة جدا. بيتكون القصر من طابقين وحديقة واسعة بتطل على النيل، وبيتميز بالطراز المعماري الفريد، وبتضم حجراته زخارف بديعة على الجدران والأسقف، وبتتميز غرف القصر بوجود لوحات من الحرير والكتان، بالإضافة كمان لوجود زخارف أوروبية على جوانب الحوائط. هنلاقي الدور الأول بيتكون من 6 غرف، ومساحة كبيرة جدا في نصها تمثال اسمه المفكر، وفيها عدد من اللوحات منها لوحة عازفة القيصرة ولوحة أطفال في حالة رعب من كلب. ال3 غرف اليمنى هي صيفية، وبتتميز بإطلالة ساحرة على النيل، وجوه الغرف برضو هنلاقي لوحات لفنانين معروفين. أما ال3 غرف اليسرى فهي شتوية. أول واحدة هي غرفة البلياردو، ودي ليها طابع أثري، واللي بيميزها وجود مدفأة تراثية والنقوش اللي على الجدران، وكمان أرضياتها اللي معمولة من الباركيه المشغول. وفي الدور التاني هنلاقي على الشمال الغرفة اليابانية، ودي اللي أهداها السفير الياباني لعائشة فهمي لما زارها في القصر. والغرفة دي مبهرة جدا، بتشمل نقوش ومصابيح يابانية تقليدية، وبتتميز بوجود تمثالين مطليين باللون الذهبي في جانبي الغرفة. كمان في نفس الدور ده هنلاقي غرفة الملابس الخاصة بعائشة فهمي، وكمان غرف الحمامات اللي كانت بتتميز بوجود سخان للغاز، وده كان صعب جدا وقتها انه يتوفر، وده اللي بيوضح لنا الحياة المرفهة اللي كانت بتستمتع بيها عائشة فهمي في الوقت ده. ده غير شبابيك القصر اللي معمولة من الزجاج والرصاص، واللي مميزة حقيقي ومش هتشوفها في أي حتة تانية. زي كده شبابيك القصر اللي كانت موجودة في كرتون الأميرة والوحش، منظر خيالي عمرك ما شفته. القصر ده بيقع على مساحة حوالي 2700 متر مربع، وعلي بيك فهمي مؤسس القصر ده هو واحد من أغنى أغنياء عصره، تفنن في تشييده وتأسيسه. واللي بيبين اهتمامه بتفاصيل القصر إنه اشترى حجرة النوم الخاصة بملك الصرب، وكمان تحف كتيرة جدا ومتنوعة من كل مكان في العالم. وبعد وفاة علي بيك فهمي بدأ تقسيم تركته على الورثة بتوعه، اللي كان من ضمنهم القصر ده واللي خدته أخته عائشة فهمي، اللي القصر معروف باسمها لحد دلوقتي. وفي سنة 1975 قام وزير الثقافة السابق يوسف السباعي بضم القصر لهيئة الفنون والآداب وقطاع الفنون التشكيلية حاليا. وفي سنة 1978 أصدر قرار جمهوري بتخصيص المتحف لمجوهرات أسرة محمد علي، وبعدين لغوا القرار ده لما استقروا على قصر فاطمة حيدر بالإسكندرية إنه يكون متحف للمجوهرات. وبالقرار ده القصر رجع تحت تصرف وزارة الثقافة تاني.